بيذيع جرايمه على الهوا قدام الملايين وهو بيتخلص من سياسيين وقضاه، وبيقدر يجيب حقه من رئيس جامعته بعد 20 سنة وبينتقم لأهله من كل اللي ظلموهم. بيبدأ فيلمنا في أكبر قناة إخبارية في الهند، لكن واضح كده إن الأمور مش في أحسن حال، والنتائج آخر فترة في أقل مستوياتها، وده اللي بيخلي جمال رئيس القناة يعمل اجتماع طارئ لطاقم العمل، مذيعين ومخرجين ومقدمين برامج، كلهم بيسمعوا كلام جمال، وهو بيأمرهم يعلوا نسب المشاهدة بأي طريقة، حتى لو هيتكلموا عن الجرائم أو هيروجوا إشاعات ويفضلوا يكرروها لحد ما يصدقها الناس. وفي الوقت ده بيكون في عملية اختراق للقناة من شخص مجهول، وبيتم إذاعة خبر غريب جدا، وهو إن القناة هتذيع بث مباشر لجريمة قتل راجل مهم، وبيتحرك الموظفين علشان يوقفوا اللي بيحصل. في البداية بيسكت جمال، لكن بيفكر وبيأمرهم إن محدش يتدخل ولا يحاولوا يمنعوا الهاكينج. وبننتقل لبيت القاضي راجي، وبيكون مستني بس الجريمة بفارغ الصبر، لكن الكهرباء بتقطع، وبيتفاجئ بشخص ملثم معاه في البيت وبيجي يقف قدامه وبيضرب البرق وبترجع الكهرباء، وبيقول له القاضي جامده الحركه دي، يلا بقى عشان اشوف الجريمه. فبيقول له تعرف ايه الاجمد؟ انك انت الضحيه. وبيظهر الملثم كاميرته وبيلاقي القاضي نفسه على التلفزيون، وبيخلص على القاضي قدام الملايين. بتوصل الشرطه وبتحاول تقبض على المجرم، لكنه بيقاومهم بكل سهوله وبحركاته السريعه وبيهرب. وبيوصل المحقق جاكا وبيبدا شغله في القضيه، وبيعاين كل الكاميرات، لكنهم بيكونوا متعطلين. ومن وقتها بيلقب المجرم باسم جاجورا. وبننتقل لمجموعة مستشفيات شانتي اللي بتعقد بروتوكول تعاون مع أكاديمية طب الروسية، وبنتعرف على أريا، وبنعرف إنه الطالب اللي اختاروا الطلبة كقائد ليهم. وبيحضر أريا وزمايله الحفل استقبال الطلبة الجدد، وبيستقبل الطلبة بنفسه، لكن الرخم بيسألهم عن وظائف أهلهم. ولما بيجي الدور على جاجورا بيرد عليه ويقول له إنه اتربى في دار أيتام. وبيحاول واحد من أصحاب أريا إنه يروش على جاجورا، لكنه اختار الشخص الخطأ، وبيهزقوا بالذوق قدام كل الموجودين. ومن وقتها بيتحول لمحبوب البنات واشهر شاب في الجامعه، والبنات كلها حواليه، ده حرفيا على فكره. وده بيخلي اريا وشلته هيموتوا من غيظهم. وفي يوم بيقرا جاجورا الكف لاصحابه البنات، وبيروح لاريا وبيقول له هات ايدك، وبيقرا له الكف وبيقول له شايف الخطين دول؟ واحد بيدل انك هتبقى قائد عظيم في المستقبل. بيقول له طب والتاني؟ فقال له اختك هتحب اكتر شاب متهور في جامعه. فبتبص شله اريا ليوهان زميلهم، وده لانه هو كمان بيحبها، لكن جاجورا بيقول لهم بطلوا عبط، هي هتحبني انا؟ وبيقول لاريا سلام ابو نسب، وبيتجنن من الكلمه دي، وعلى طول مش بيضيع وقت وبيروح يتعرف عليها. لكن اللي ما يعرفوش ان هي كمان معجبه بيه وبتكلم صاحبتها عنه، وبيستفزها جدا لما بيوجه كل الكلام لصاحبتها وبيتجاهلها، وبتكون على اخرها منه، لكن مش هي لوحدها، اريا وشلته برضه بيكونوا على اخرهم منه. وبالليل بيروحوا لاوضه جاجورا اللي بيطلع اذكى منهم ومستنيهم، وبيفرحوا جدا لما بيلاقوه محضر لهم لزوم القعده، وفعلا بيقعدوا معاه وبيشربوا، ومش بتطول سهرتهم، وده لان دكتور الكليه بيوصل وبيشوفهم وهم بيشربوا. وبيروح له جاجورا وبيقول له انهم اجبروه على دفع فلوس الخمره، وبيطلعهم مسرح حرفيا. وفي اليوم اللي بعده بتكون محاضره التشريح، وبيشرح اريا لزمايله، لكن جاجورا مش معاهم وراح يقف جنب بيريا وبيتكلموا. وبيشوفهم اريا وبيقول له انا كنت بقول ايه؟ فبيقول له ما خدتش بالي يا ابو نسب، وبيهبل له. وفي الوقت ده بيكون جاك عند جمال في المحطة وبيحذره من إذاعة الجريمة التانية. ولما بيمشي بيكلم جمال الموظفين وبيقول لهم على خطته في الفترة الجاية علشان يقدروا يذيعوا الجريمة التانية لايف، وبيعرفهم انهم هيتظاهروا ان القناة هكرت مرة تانية، وده بعد تهديد جاكا. وفي الوقت اللي بيكون فيه جاجورا مع بيريا اخدين راحتهم على الاخر، بيكون اريا في اجتماع مع الطلبة وبيحكي لهم عن دكتور رمض، وبيقول لهم انه ليه فضل كبير عليه، وانه السبب في تفوقه من وقت ما كان طفل، وانه ساعد اهل قريته كتير بعد ما عمل لهم صندوق للتبرعات. وبيحاول يوضح لاصحابه مكان الدكتور رمض. وبنرجع للكليه وبالتحديد مع زهير، وبنشوفه بيتحاول يتعرف على بنت، لكنها بتنفض له وبتلم عليه الجامعه كلها. فبيتدخل اريا بصفته قائد الطلبه وبيزعق له، ولما بيرجع زهير لبيته بيهزقوا ابوه. وبنعرف انه ابن رئيس الجامعه وانه سيء الهبل ومتدلع على حس ابوه مش اكتر.
وفي الجامعة بيتكلم جاجورا مع لام صديق اريا وبيحكي له عن خطته وانه عايز يسرق كلب بيريا ويرجعه لها على اساس انه البطل المغوار اللي لقى الكلب المفقود، كل ده علشان تعجب بيه. لكن بيسبقه يوهان وبيسرق الكلب، وده لانه سمع خطة جاجورا الصبح. وفي اليوم اللي بعده مش بتلاقي بيريا كلبها وبتواسيها البنات، لكنهم بيستغربوا من لام اللي بيقول لهم ان اللي خطف الكلب هيجي يرجعه، وبيكون عايز يحرج جاجورا. لكن بتطنشه بيريا وبتطير من الفرحة لما بتلاقي جاجورا جاي ومعاه كلبها، وبيقول لهم جاجورا انه سرق الكلب من يوهان اللي كان سرق الكلب 2 حرامية ولاد في بعض. وطبعا بيتلموا على يوهان وبيضربوه. وفي المستشفى بيكون اريا في تدريب مع واحد من الدكاترة، لكنه بيتصدم لما بيعرف انه بيسيب المرضى على اجهزة التنفس لايام، وده علشان يجمع اكبر قدر ممكن من الفلوس. وبعدها بيقابل اريا مرات المريض وبتترجاه يعالجه، وبيعرف انها هتبيع بيتها وارضها علشان يوفروا له فلوس المستشفى. وبيكون جاجورا واريا معديين بالصدفة وبيشوفوا المريض وبيلاحظوا ان نبضات قلبه بتقف، فبيجري عليه جاجورا وبيريا وبينقذوه بجهاز الصدمات. وطبعا بيزيد اعجابها بيه بعد الموقف ده، ولما بيقول لها انه عايز يقابلها مش بتفكر وبتوافق، وبيقول لها جاجورا على المكان اللي هيتقابلوا فيه. وبعد المحاضرة بتروح بيريا وبتستنى جاجورا لكنه بيتأخر عليها، وفجأة بيوصل زهير، او ده اللي كانت فاكراه بيريا، وبيضايقها لكنها بتجري منه. لكن بنشوف ان جاجورا هو اللي عمل كده علشان يخلي الشكوك كلها في زهير. وفعلا بتحكي بيريا لاخوها على اللي حصل وبتتهم زهير. وبيتحرك اريا وكل الطلبة وهم في قمة غضبهم لمكتب رئيس الجامعة اللي هو ابو زهير، ولما بينزل لهم زهير علشان يشوف اللي بيحصل بيقول له اريا ازاي تتجرأ وتعمل كده، فبيقول له زهير هي عجباني بس انا لسه ما عملتلهاش حاجة. وعلى طول بيحدفوا جاجورا بطوبة وبيفتكر زهير ان اريا هو اللي ضربه. وبعد ما بيجمع اريا كل الطلاب بينادوا بطرد رئيس مجلس ادارة الجامعة بسبب مشاكل ابنه. وهنا بيتدخل جمال صاحب الجامعة، هو نفسه صاحب القناة، خلينا نركز بس ونكمل فيلمنا. وبيكون جمال مختفي عن الانظار في ادارته، فبيبعت لهم شنكار مساعده وبيقول له يهدي اريا وزمايله. وبيجي شنكار وبدل ما بيكحلها بيعميها وبيتخانق مع اريا والطلاب وبيطردوه. وبالليل بيروح شنكار لبنت شمال وبيتصدم لما بيلاقي نفسه متصور وطالع على الهوا، وبيشوف الكاميرا اللي بتصوره، فبيجري وراها وبيحاول يمسكها ويكسرها. وبيكون جاجورا ورا كل ده وبيستدرجوا المكان جريمته التانية، وبتنجح خطته وبيسحبه لمدينة الملاهي. وبيظهر له جاجورا وبيخلص عليه وبتكون نهاية فعلا تليق بيه. وبيوصل المحقق جاكا لموقع الجريمة وبتوصله رسالة فيها صورة جاجورا وانه المجرم. بيروح جاكا وبيحقق مع اريا وجاجورا وبيقول لهم انه وصلته رسالة مكتوب فيها ان جاجورا هيقتل رئيس الجامعة وزهير وابوه. فبيقول له اريا انا مالي طيب، وبيتصدم لما بيقول له جاكا ان رسايله مبعوثة من تليفونه. فبيقول له اريا انا تليفوني مسروق اصلا. وبنرجع فلاش باك لخناقة اريا وشنكار، وبيكون جاجورا فعلا اخد تليفون اريا. وبعدها بيسيبهم جاكا وبيحطهم تحت المراقبة. ولان في موقف شخصي بين جاكا وجمال قبل كده بيستفز جمال جاكا وبيقول له انت بتسيبه بدل ما تقبض عليه والرسايل من تليفونه. فبيقول له جاكا بطل اللي بتعمله ده، انت همك المشاهدات وبس، وبيسيبه ويمشي. وبيروح جاجورا يقابل بيريا وبتعاتبه انه ما كانش موجود يوم الخناقة، وبتقول له انها لقت كتاب الهاكينج والكاميرا معاه. ولما بتسأله بتعمل ايه بيه بيتوه في الكلام. وفي الوقت ده بيروح اريا لمجلس الجامعة وبيكون زهير وابوه هناك وبيهددهم انه هيفضحهم، وده لانهم مش بيعالجوا المرضى وكل هدفهم الفلوس وبس. وفي القناة بيذيعوا خبر ظهور المجرم بوشه الحقيقي من غير اقنعة في احد المولات، وبتتلم الناس في المول وبتشوف راجل عجوز لابس اسود شبه جاجورا. لكن مين عبيط هيصدق ان ده المجرم الخارق؟ بيطلب جمال انه يتكلم مع جاجورا المزيف وبيعرف منه ان جاجورا الحقيقي هو اللي طلب منه كده، وبيقول له يا عم انا راجل كبير عندي الضغط والسكر سيبني في حالي. ولما بيمشي العجوز من عند جمال بيكلم جاكا وبيحكي له اللي حصل، وبنعرف ان جاكا اللي بعته لجمال وهيبعته لجاجورا علشان يطلع منه باي معلومة. وفعلا بيوصل جاجورا للعجوز وبيكون اخد باله من كل كلمة بيقولها لانه متأكد ان العجوز ده مش هيجي من وراه خير، فبيقول له اي كلام لانه عارف انه هيوصله لجاكا. وفعلا بيكون ظنه في محله، وبيتكلم العجوز مع المحقق وبيقول له كلام جاجورا. وبيروح جاجورا لبيت جمال وبيلاقي العجوز هناك وبيقول له انه عارف حقيقته وانه بيساعد جاكا، فبيتفق معاه انه ما يفضحوش قدام جمال مقابل انه يسيبه يركب الكاميرات. وفعلا بيركب كاميرات في بيت جمال. وفي يوم التنفيذ بيجيب زهير ورجالته اريا وبيربطوه، وبيكون زهير لابس لبس جاجورا وقناعه وبيمسك سكينته، لكن بيدخل جاجورا الحقيقي في اخر لحظة وبيضرب
بيضرب زهير، وبيحاول زهير انه يفلت منه لكن ما بيقدرش، وبينتصر جاجورا الحقيقي وبيخلص عليه. وبتدخل قوات الشرطة والمحقق جاكا وبيحاولوا يمسكوا جاجورا وبيطردوه، لكنه بيستخبى في معرض عربيات، وقبل ما يقولوا له سلم نفسك المكان محاصر بيخرج جاجورا في عربية وبيقدر انه يهرب من الشرطة بعد ما بيقلب عربياتهم، وبياخد موتوسيكل من شاب بالحركة الجامدة دي. وقبل ما بيهرب بيلاقي جاكا وراه في عربية المطافي، وفي المطاردة بتكون عربية المطافي هتتقلب من فوق كوبري، وبينط منها جاكا وبيفتكر ان دي نهايته، وبتقع من فوقه عربية المطافي، لكن بيجري عليه جاجورا في اخر ثانية وبيزقه علشان ينقذه من الموت. وفي الجامعة بيكون اريا وزمايله الطلاب عاملين اعتصام، وبتيجي الصحافة والقنوات تصور مع اريا، وبيتقلب الموضوع قضية رأي عام. فبيتدخل واحد من كبار السياسيين وبيكلم جمال بصفته صاحب الجامعة وبيأمره يخلص المهزلة دي. فبيتكلم جمال مع مساعديه وبيقول لهم يخلصوا على اريا، وبيتدخل جاجورا اللي مش عارف جه منين والله، لكنه بيقول لهم انه ما ينفعش يخلصوا على اريا، وده لانه بقى مشهور جدا وبيطلب منهم فلوس مقابل انه يتصرف مع اريا. وفعلا بيوافقوا وبيدوله الفلوس، لكن جاجورا مش سهل، بياخد الفلوس وبيقابل اريا وبيديهم له، وبيقول له خد الفلوس وافتح بيهم مستشفى بس ابعد عن طريق الناس دي وفض الاعتصام. فبيرفض اريا وبيرمي له الفلوس في وشه. كل ده وبتكون بيريا شايفه كل اللي بيحصل، وبتقول لجاجورا انه بتاع مصلحته وانه مش بيدافع عن القضيه، وبتتصدم فيه. وبيرجع جاجورا لجمال وبيديله فلوسه، وبيقول له انه ما قدرش يقنع اريا، فبيلجأ للخطه البديله وهي تشويه صورته قدام زمايله، فبيخليهم يبعدوا عنه. فبيسأله هتعمل كده ازاي؟ وبيقول الرئيس لجاجورا اللي عمله في دكتور رمض، وبيحكي له انه ورطه من 20 سنه في قتل بنت كان بيعالجها بعد ما تم اغتصابها، وبيقول له انه ادى للدكتور حقنه غلط وبسببها ماتت البنت، وانهم ضغطوا على الدكتور علشان يمضوها على اقرار انه مش في كامل قواها العقليه، وده طبعا علشان ما يتحكمش عليه بالاعدام. ولما بيسأله جاجورا ايه اللي خلاهم يعملوا كده، فبيحكي له انهم كانوا طمعانين في فلوس التبرعات اللي وصلت لدكتور رمض. وبيكمل جمال وبيقول له ان رمض ما استحملش الضغوطات اللي مر بيها وانتحر، وبيسأل نفسه ايه اللي حصل لمراته وابنه بعد ما طردوهم من القرية. فبيرد عليه جاجورا وبيقول له طب ما تسألها اهي. وبتدخل زوجة دكتور رمض ام جاجورا، وبنعرف ان كل ده مذاع على الهوا قدام الملايين، وبيفضح جاجورا جمال. وفي الوقت ده بيكون جاكا شايف كل اللي بيحصل وبيعجب بذكاء جاجورا، وبيؤمر جمال رجالته انهم يخلصوا عليه، وبيحاول يهرب لكن على مين؟ ده قلبه ميت من سنين. بيخلص جاجورا عليهم كلهم ومحدش بيعرف يقف قصاده، وعلى طول بيلحق بجمال وبيمسكه وبيروح بيه للجامعة وسط الطلاب وقدام اريا وبيريا، وبيعتذر لهم جاجورا على كل اللي حصل. ولما بتوصل الشرطة بيتعاون الطلاب مع جاجورا وبيمنعوا الشرطة انها توصل له علشان يقدر يصفي حسابه مع جمال، وفعلا بيخلص عليه وبتكون نهاية تليق بيه. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. لايك وشير وما تنساش الفولو علشان يوصلك كل جديد. سلام.